بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. الحمد لله. الرحمة، المطر رحمة ويعدل الحرارة ولله الحمد والمنة. وقف الحديث بنا بالأمس عند الحروف العربية. لغة العرب من كم حرف تتألف؟ الحروف المنطوقة، خليك معي، الحروف المنطوقة 29 حرفا. الحروف المكتوبة 28 حرفا. المفروض أن يكون 29 منطوقة 29 مكتوبة، هكذا يجب أن يكون. لكن العرب لم يكونوا يجعلون للهمزة صورة، فإن كانت في أول الكلمة يكتبون بدلا منها ألف، مثل أن، أمور، أحمد. وإن كانت في وسط الكلمة أحيانا يكتبونها ألف، مثل سأل سائل بعذاب واو. وأحيانا واو مثل سؤال. وأحيانا ياء يعني سن مثل سئل وإذا الموءودة سئلت. وأحيانا لا يكتبونها، وهي التي نكتبها نحن على السطر، مثل براءة. ففي القديم كانوا يكتبون باء راء ألف تاء مربوطة مباشرة، ما يكتبون همزة. بقي الأمر كذلك إلى أن جاء الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله. الخليل شخصية خرافية، هذا الرجل يعني مفخرة من مفاخر الإسلام. الخليل ابن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبويه، أستاذ سيبويه. هو أول من ضبط مخارج الحروف، وتبعه سيبويه ومن بعدهم من العلماء. الخليل يعني قال لماذا الهمزة ليس لها صورة؟ يجب أن يكون لها صورة في الخط، كما أن لها نطق أ أو إي، يجب أن يكون صورة. فتأمل هو أ أ أ أ أ أع أع أ أع أ. قال العين مخرجها قريب من الهمزة، تعرفون شكل العين، قطع رأسها وأخذ الجزء العلوي وجعله صورة للهمزة. فصورة الهمزة في الخط هي رأس العين، رأس حرف العين. من الذي اخترع هذه الصورة؟ الخليل ابن أحمد. سيأتي معنا هذا بالتفصيل في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، بالتفصيل وبالصور الواضحة جدا. هذا هو السبب أن الحروف المنطوقة 29 والمكتوبة 28. هل عرفتم السبب؟ نعم. الحروف المنطوقة يسميها العلماء الهجائية. الهجائية منها تتألف لغة العرب. قال الإمام الطيبي رحمه الله في منظومة المفيد: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. إذن هذه إيش؟ الحروف الهجائية. طب الحروف المكتوبة اسمها الأبجدية. ما اسمها؟ الأبجدية. نرى على اللوحة الحروف العربية. الحروف الهجائية يعني المنطوقة 29 حرفا. الحروف الأبجدية يعني المكتوبة 28 حرفا. الحروف الهجائية المنطوقة يعني رتبها الإمام نصر ابن عاصم الليثي متوفى سنة 90 هجرية بحسب تشابهها في الخط. هل عرفتم سبب ألف باء تاء ثاء؟ سببه التشابه في الخط.
ونقطها، نقطها يعني وضع، ما كان لها نقاط، ما كان لها نقاط. من الذي نقط الحروف؟ نصر بن عاصم الليثي 90 هجري. ونقطها ليفرق بين المتماثلات. هذه الهمزة، هذه همزة، لا يغرنكم أنها مكتوبة ألف، هذه همزة، ويقال ألف باء تاء مجازا، ليس حقيقة، هي همزة باء تاء. الألف هذه، شفتوا هذه اللام ألف؟ هي الألف، هي الألف في قال وقام ومال. أما الحرف الأول فيقال له ألف مجازا، وإلا حقيقة هو ماذا؟ الهمزة. انظروا، باء تاء ثاء، شكلها واحد ولا لا؟ واحد. فوضع نصر بن عاصم تحت الباء نقطة، وفوق التاء نقطتان، وفوق الثاء كم نقطة؟ 3. قد يقول قائل: لماذا لم يضع نقطة الباء فوق؟ حتى لا تشتبه بالنون، حتى لا تشتبه بالنون. عرفتم؟ جيم حاء خاء في الخط واحد. فنصر بن عاصم وضع تحت الجيم نقطة، وفوق الخاء نقطة. هل بقي داعي لنقطة للحاء؟ ما بقي داعي، فتركها بدون نقطة. عرفتم؟ دال ذال شكلهما واحد، نقط الذال فتفرقت عن مين؟ عن الدال. راء زاي، نقط الزاي فتفرقت عن الراء. سين شين هما في الخط واحد، لهما 3 أسنان، سن سن سن. فوضع نصر بن عاصم فوق الشين 3 نقاط، فوق كل سن نقطة بالعرض هكذا، نقطة 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 إلى جانب بعضها. ثم الخطاطون تفننوا في ذلك فجعلوها على شكل مثلث، على شكل مثلث، وإلا هي في القديم ليست كذلك. في القديم فوق كل سن يوجد إيه؟ نقطة. فالسين لم يعد هناك حاجة إلى وضع نقطة عليها. واضح؟ هذه صاد ضاد طاء ظاء في القديم، وسيأتي معنا في آخر الكتاب، كانت صور هذه الأربعة واحدة. الأربعة كان صورتها واحدة، اللي هي حروف الإطباق يعني، وصاد ضاد طاء ظاء مطبق. هذه الأربعة صورتها في الخط واحدة. فنصر بن عاصم انظروا ماذا فعل. رهيب هذا الرجل، أيضا رهيب، لكن ليس كالخليل. الخليل أستاذ الأساتذة. صاد ضاد طاء ظاء خط في الخط واحد. ذهب نصر بن عاصم إلى الطاء والظاء فطول السن. انظروا إلى السن، هذا السن، أرأيتم سن الصاد وسن هذا السن قصير، فعند الطاء والظاء ماذا فعل به؟ طوله، فتفرقت الصاد والضاد من جهة عن الطاء والظاء من جهة. كان عندي 4 صورتهم واحدة، بتطويل الطاء والظاء صار عندي حرفان حرفان. طيب، جاء إلى الصاد والضاد نقط الضاد، فبقيت الصاد ما تحتاج إلى نقطة. نفس الكلام فعله هنا، نقط الظاء فلم تعد الطاء بحاجة إلى نقطة، فتفرقت الأربعة بعضها عن بعض. صار واضح أن هذه صاد وهذه ضاد وهذه طاء وهذه ظاء. واضح الكلام؟ طيب، العين والغين في الخط واحد، فنقط الغين فتفرقت عن العين. الفاء والقاف في القديم، اسمعوني جيدا، في القديم وضع نصر بن عاصم تحت الفاء نقطة وفوق القاف نقطة.
ماذا وضع؟ تحت الفاء نقطة وفوق القاف نقطة، ثم بعد ذلك غيروها فجعلوا فوق الفاء نقطة وفوق القاف كم؟ نقطتين. القديم اسمه الخط الكوفي. ما اسمه؟ الخط الكوفي. وبقي عليه إلى الآن المغاربة. لو فتحتم أي مصحف مطبوع في المغرب تجدون مكتوب الفرآن بدل القرآن، تقرأها أنت الفرآن. لماذا؟ لأن النقطة من فوق هي القرآن. لو كانت من فاء لوضعوا النقطة أين؟ من تاء. افتح أي مصحف على ورش أو ابحثوا في النت، قل مصحف على رواية ورش واعمل سيرش، ستجد بأن قد مكتوبة فد، يعني نقطة واحدة من فوق، والفاء نقطتها أين؟ من تحت. ذاك العمل ترك إلا عند المغاربة، ما زالوا يفعلون به إلى الآن. الكاف واللام كانتا في الخط واحد، ثم فرق بينهما بأن وضع فوق الكاف ما يشبه الهمزة. ليس همزة، هذه ليست الهمزة التي اخترعها الخليل، هذه التي اخترعها الخليل. انظروا كيف أنها رأس العين، بينما هذه ليست كذلك. سنشرحها بتوسع في آخر الكتاب. الميم لا تشتبه بشيء فلا حاجة إلى نقطها. النون تشتبه بالباء والتاء والثاء فنقطت نقطة من فين؟ من فوق. الهاء لا تشتبه بشيء فلم تنقط. الألف، لاحظوا الألف لونتها لكم بالأحمر حتى تعلموا بأنها الألف هي المقصودة. أما اللام فهذه لها قصة. أرأيتم هذه الحروف كلها؟ كل واحد منها له 4 حالات. كم حالة؟ ساكن، مفتوح، مضموم، مكسور. أليس كذلك؟ إلا الألف. الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. ألف متحركة ما في. ألف ليس قبلها شيء ما في. لا بد أن يكون قبلها حرف، ولا بد أن يكون هذا الحرف مفتوحا. انتبهتم؟ يعني مثل لو قيل لك انطق باء ماذا تقول؟ أب. انطق شين، أش. طب انطق ألف، أنت بحاجة إلى حرف قبلها. أنت بحاجة إلى حرف قبلها. فقال العلماء لام التعريف لما تقول القمر، لام التعريف يضعون قبلها همزة الوصل، لأن العرب لا تبدأ بساكن، فجاءوا بهمزة الوصل على شكل إيه؟ ألف. اللام، لام التعريف، لما احتاجت إلى حرف يتقدم عليها، من الذي خدمها؟ الألف. طب الآن الألف محتاجة إلى حرف يتقدم عليها، من أولى الحروف أن يرد لها الجميل؟ اللام. انتبهتوا؟ لذلك يقولون لو قال لك إنسان انطق ألف تقول لا. ماذا تقول؟ لا. قال الإمام الطيبي فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. انتبهتوا كيف؟ إذن هنا لما ننطق الحروف نقول قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، لام، ألف، ياء. نقول بالفم لام ألف، لكن لما ننطقها ماذا نقول؟ لا. انتبهتوا كيف؟ والياء أيضا نقطوها نقطتين من تحت حتى لا تلتبس بالباء ولا بالتاء ولا بالثاء ولا بالنون. هل عرفتم أسرار النقاط؟
هذه أسرارها. من الذي وضعها؟ نصر بن عاصم الليثي. واضح ولا غامض؟ هذه الحروف الهجائية. تنبيه: الألف التي في أول الحروف الهجائية هي الهمزة، وأما الألف المادية فهي الحرف قبل الأخير، ويعبر عنها بلام ألف لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. حالات الحرف العربي عدا الألف: كل حرف عربي إما ساكن أو متحرك، والمتحرك إما مفتوح أو مضموم أو مكسور. صعبة؟ غامضة؟ أما الألف فلا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. والحرف المشدد انتبهتوا مثل إيش؟ مثلا الحق، حق، والحرف المشدد يتألف من حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. صعبة؟ الحروف الأبجدية يعني المكتوبة. الحروف المكتوبة كانت مجموعة في عدة كلمات. هذا الكلام أيها الإخوة قديم قديم مغرق في القدم، شيء قديم لا يعرف أوله. يعني ترتيب هذه الحروف ما هو معروف متى بدأ من شدة قدمه. انتبهتوا كيف؟ أبجد يعني الهمزة والباء والجيم. هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضع. أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضع. هذا عند الشعوب المشرقية. الشعوب المغربية يرتبونها أبجد، هوز، حطي، كلم. إلى هنا متفقين مع مين؟ مع المشارقة. ثم يقولون صعفض، يقدمون الصاد والضاد، صعفض. قرست، السين. ثخذ كما هي عند المشارقة. ضغشوا، ضغش إيش يعني؟ الحروف الأخيرة. العدد واحد والحروف هي. لكن متى بدأ هذا الأمر؟ حتى بالإنجليزي والفرنسي يقولون ABCD. إيش ABCD؟ يعني أبجد. ABC يعني جيم، انتبهتوا؟ D. ABCD بالإنجليزي أو بالفرنسي ABCD. هذه إيش؟ هذه أبجد. KLMN كلم. بالإنجليزي مين منكم بيعرف إنجليزي قليلا؟ الحروف KLMN ما معنى يعني كلم. شيء مغرق في القدم. من متى بدأ؟ هل هو سماوي؟ قد يكون سماوي، قد يكون من اللغة الآدمية الأم، وعلم آدم الأسماء كلها. الله أعلم. نتوقف، ما عندنا دليل. دائما تعودوا أيها الإخوة، مسألة ما فيها دليل توقفوا. بكل العلوم لا تخوضوا بدون دليل. فهمتم علي؟ قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال ربنا: ولا تقفوا. تقفوا يعني تتبع. ولا تقفوا ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به، وقف. وقال ربنا لنبيه: قل الله أعلم بما لبثوا. الله أعلم بما لبثوا. انتبهتوا كيف؟ وقال نوح: وما علمي بما كانوا يعملون. يعني لا يعيب الإنسان أن يقول لا أعلم، لا يعيبه. يعيبه أن يتكلم بدون علم.
يعيب الإنسان أن يتكلم بدون دليل وبدون علم. اسكت يا أخي. واضح؟ نعم. أعضاء النطق. الآن نتكلم على موضوع جديد. أنا أريد أن أنطق الحروف. طيب هذه الحروف أنا بأي شيء أنطقها؟ بجهاز خلقه الله عز وجل، هو جهاز النطق. جهاز ماذا؟ النطق. عندي الجهاز البصري، اللهم لك الحمد، الله يديمها نعمة، يا رب اديمها. عندي جهاز الشم، عندي جهاز التنفس، عندي الجهاز العصبي والدماغ، عندي الجهاز السمعي، عندي الجهاز الحركي. يا ربي لك الحمد. نحن أنا وأنتم نعم مركبة فوق بعضها، نعم مركبة فوق بعضها. وما بكم من نعمة فمن الله. فخلق الله لنا جهازا للنطق، للتعبير، لتأليف الكلمات والجمل التي أنقل إليكم ما عندي وتنقلون إلي ما عندكم. خلق الإنسان علمه البيان. البيان يعني أن يبين ما في نفسه. انتبهت كيف؟ فبأي أعضاء ننطق سيمر معنا. طبعا المقصود الحروف العربية. المخارج الرئيسة للحروف العربية صورة أعضاء النطق ستأتي. كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة، تعريف الحرف وكيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني. المخارج الرئيسة للحروف العربية. نحن عندنا كم حرف أيها الإخوة؟ 29. المفروض 29 حرف يكون لها كم؟ 29 مخرج. المفروض 29 حرف يكون لها ماذا؟ 29 مخرج. لكن في بعض المخارج لأنها قريبة جدا من بعضها يعتبرونها مخرج واحد. انتبهتوا؟ وإلا الحقيقة لكل حرف مخرج. فنقول الرئيسة يعني المخرج الكبير: الجوف، الحلق، الفم، الخيشوم. الجوف، الحلق، الفم، الخيشوم. الجوف خلاء الحلق والفم سيمر معنا. الحلق، الفم، ويشمل الحنك الأعلى، اللسان، الأسنان، الشفتان، الخيشوم. أرجو الانتباه. هذا الأمور الآن دخلنا في العلم. كل ما تكلمنا في الماضي كان هي مقدمات، الآن دخلنا في العلم. هذه المنطقة الزرقاء والخضراء معا كلاهما مع بعض اسمهم الجوف. فالجوف هو الخلاء. ما معنى الخلاء؟ الفراغ، يعني الفراغ الذي يملأ الحلق والفم. مجموع هذين الخلاءين شو اسمه؟ جوف الفم. انتبهتوا؟ بعض المدرسين المبتدئين الذين أخذوا العلم من الكتب بيقول لك الجوف ويشير إلى صدره. يا عمي ما في شيء بيخرج من هنا، الله يرضى عليك. ما في حرف يخرج من هنا. الجوف هذا جوف الفم وجوف الحلق معا. هذه المنطقة اسمها الحلق. هذه العضلة الحمراء اسمها اللسان. هذه التي خلقها الله في فمنا من فوق ومن تحت ما اسمها؟ الأسنان. وستأتي بصور أخرى. هاتان اللتان في مقدمة الفم اسمهما الشفتان. هذا الفراغ الذي خلقه الله فوق الفم هذا اسمه الخيشوم. هذا من الأمام مفتوح على فتحتي الأنف، ومن الخلف مفتوح على الحلق. هذه المنطقة الضيقة في علم التشريح يقولون نفير أوستاش. نفير أوستاش يعني هذا العالم الذي اكتشف هذا المكان ينسبونه إليه فيقول نفير أوستاش، وإلا هو هذا الفراغ الضيق يصل، ومن هنا يمر صوت الغنة. يعني سيأتي بالتفصيل.
صور أعضاء النطق. الحلق هو ما ترونه. هذه المنطقة اسمها أقصى الحلق، وهي منطقة الأوتار الصوتية. خلق الله عز وجل لنا في أسفل الحلق وتران، وتر ووتر، مثل رقم 7 بالعربي، أو مثل حرف V بالإنجليزي. هكذا. هذان الوتران يبتعدان ويقتربان ويلتصقان. إذا التصقا انقفل الحلق، مثل الهمزة الساكنة. قولوا يأتون، يأ. هل رأيتم كيف انقفل الوتران؟ طيب قولوا أح. الوتران هكذا مفتوحان. قولوا الوتران هكذا، ليس مثل الأح، يقتربان لكن لا يلتصقان. لو التصقا تخرج همزة. انتبهتم؟ سيأتي كله بالتفصيل. هذه المنطقة اسمها أقصى. الأقصى في اللغة العربية هو البعيد. إذا شيء بعيد ماذا أقول عنه؟ أقصى. القريب أقول عنه أدنى. أدنى. غلبت الروم في أدنى الأرض. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى البعيد. يعني انتبهت كيف؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني من أبعد مكان. فإذا أدنى الحلق، عفوا أقصى الحلق هو تحت. فوقه منطقة اسمها إيه؟ وسط الحلق، منطقة لسان المزمار. هذا اسمه شايفين هذا اسمه لسان المزمار. هذا بدونه كنا متنا كلنا، بدون القطعة هذه كنا جميعا متنا. لماذا؟ لأنه هذا مجرى الطعام والشراب، عفوا هذا مجرى النفس الذي يؤدي إلى الرئة. لما نأكل أو نشرب يأتي الطعام أو الشراب من هنا، فلسان المزمار يفعل هكذا ويغلق مكان الهواء، ويمر الأكل والشراب من فوقه إلى المري. المري ينتهي بالمعدة. لولا هذا كان الأكل والشراب دخل وين؟ في الرئتين. الرئتين مكان الهواء، مكان الأكسجين. فنشكر الله على نعمة لسان المزمار. هذه وسط الحلق. رأيتم الوترين، هذا وتر وهذا وتر، رأيتموهما؟ هذا وتر وهذا وتر. نعم. هذه المنطقة اسمها ايش؟ أدنى الحلق. أدنى الحلق. هذه اسمها جذر اللسان. الجذر يعني هو ايش؟ أول اللسان. نأتي الآن إلى الحنك الأعلى. الحنك الأعلى هو هذا الذي في أعلى الفم. هذا شو اسمه؟ الحنك الأعلى. وهذه صورة له من أسفل. الصورة مأخوذة من تحت إلى فوق، من تحت إلى فوق. هذا شايفين؟ هذه الأسنان جل جلال الله خلقها لنا من فوق ومن تحت، وستأتي معنا مفصلة بعد قليل. اللحم النابت حول الأسنان اسمه اللثة. ما اسمه؟ اللثة. هذه المنطقة اسمها مقدم الحنك. هذه المنطقة ايش اسمها؟ الحنك العظمي. هذه اسمها الحنك الرخو أو الحنك اللحمي. وهذه هي اللهات. اللهات هي اللحمة التي ذكرتها لكم. هل رأيتم هذا لسان المزمار كيف يغلق هذه المنطقة ويمر الأكل والشرب من وراء؟
اللسان. أيضا العلماء قسموا إلى أماكن حتى إذا تكلموا نفهم عليهم. وقلت منذ عدة أيام قلت بأن اللسان أبو الحروف. أبوها يعني إيش؟ أكثرها حروفا. أكثر الحروف تخرج من اللسان. اللسان في العربية 18 حرفا يخرج منه من أصل 29. فالعلماء بينوا الأماكن التي فيه. أبعد منطقة منه شو اسمها؟ جذر اللسان. هذه المنطقة إلى هنا بين الخط الأصفر وهذا الأصفر اسمها أقصى اللسان. بين الخط الأصفر هذا وهذا اسمها وسط اللسان. بين الخط الأصفر هذا وطرف اللسان إيش اسمها؟ طرف اللسان. انتبهتم؟ منتهى الطرف اسمه رأس اللسان أو منتهى الحافة بتخفيف الفاء، وهذه أدنى الحافة وهذه أقصى الحافة. انتبهتوا كيف؟ هذه أقسام اللسان. نأتي الآن إلى الأسنان. هذه هي الأسنان التي أكرمنا الله تعالى بها، 16 من الأعلى و16 من الأسفل، المجموع 32 سن. منها الضيق الحاد وهو في الأمام، لأن الإنسان في الأمام يحتاج إلى القطع، فالقطع يحتاج إلى شيء مدبب هكذا. فوضع ربي جل جلاله الحكيم صنع الله الذي أتقن كل شيء، وضع الأسنان الأمامية حادة للقطع. تأكل تفاح مثلا أو كذا بحاجة إلى شيء. طيب بعد أن قطعته أنت بحاجة إلى طحن، فالطحن يحتاج إلى سطح عريض، فخلق لنا الأضراس وراء عريضة. هذه الأضراس عريضة وهذه ضيقة. السنان اللذان في المقدمة هذان باللون الأخضر اسمهما الثنايا. الثنايا ثنيتان فوق وثنيتان تحت. التي بعده بلون الأحمر هي الرباعيات. رباعيات بتخفيف الياء، لا تقولوا رباعيات، بفتح الراء وتخفيف الياء، رباعيات. التي بعدها وهي باللون الأزرق الغامق هذه الأنياب 4، 2 فوق و2 تحت. التي بعدها وهي باللون الأزرق الفاتح ضرس هنا وضرس هنا وضرس تحت وضرس هنا، اسمها الضواحك. الضواحك جمع ضاحك، وسميت كذلك لأنه إذا ضحك الإنسان لما يضحك هكذا تبدو، فسميت الضواحك. والتي من بعدها باللون الأصفر اسمها الطواحن، هذه الصفراء، الطواحن أو الطواحين، فواعل أو فواعيل. وأما الأخيرة آخر ضرس يمين ويسار، هذه وهذه، فاسمها ضرس العقل. شو اسمها يا أيام الدين؟ ضرس العقل، مو ضرس النوم. ضرس العقل. لماذا يسمى ضرس العقل؟ لأنه ينبت متأخرا، يعني ينبت، يكون الإنسان عمره تقريبا 18 فبيكون يعني صار عاقلا، فبسموه ضرس العقل. وفي ناس مرتاحين ما عندهم ضرس العقل، يعيشون ويموتون، الله يتقبل. هذه هي الأسنان، 16 من فوق و16 من تحت. بها وبغيرها يخرج كثير من الحروف كما سيأتي معنا. هذه أبيات للإمام الصرصري رحمه الله، يقول: ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل رباع، و4 الضواحك ثم 6 و6 في طواحنها انتفاع،
وأربع النواجذ، الضرس العقل يسمونه الناجذ والجمع نواجذ. وأربع النواجذ ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع. يعني هذا في القديم كان إذا الواحد ذهب إلى الطبيب بسبب ألم وقلع ضرسه انتهى الموضوع. الآن صار في شيء اسمه زراعة الأسنان، في الماضي ما كان موجود، فإذا قلعه لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عري الفتى ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع. كيفية حدوث الأصوات بدكم تركزوا معي شوي. هذا الكلام من علم اسمه فيزياء الأصوات، ليس من التجويد. فيزياء الأصوات. الصوت سيأتي معنا تعريفه. ما هو الصوت؟ أقول لي أخ هل سمعت؟ يقول لي ما سمعت شيء. نعم سمعت. طب ماذا سمعت لك؟ سمعت صوتا. إيش هو الصوت؟ جل جلال الله أعطانا هاتين الأذنين، فيهما الأذن الخارجية وفي الأذن الوسطى وفي الأذن الداخلية. الأذن الداخلية لها عصب متصل بالدماغ اسمه العصب السمعي. ما اسمه؟ العصب السمعي. الخارجية والوسطى توصل الصوت نقي إلى الداخل، إلى الأذن الداخلية. في الداخلية يوجد ما يسمى المطرقة والسندان، يعني إذا تتحسس هكذا تتحسس بماذا؟ بتخلخل الهواء. هذا الهواء الذي حولنا يتخلخل يعني يهتز. يتخلخل يعني يهتز. طيب يهتز كيف؟ في حدا دارس فيزياء منكم؟ فيزياء؟ بموجات. موجات بيسموها هيرتز نسبة إلى العالم الذي اخترعها. آذاننا البشرية تشعر بالصوت إذا اهتز الصوت من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية الواحدة. من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية الواحدة. أقل من 20 بيقول الإنسان ما سمعت شيئا. فوق 20 ألف يقول ما سمعت شيئا. هذه يستعملونها الآن في المستشفيات، يسمونها ألترا ساوند، الموجات فوق الصوتية. الموجات فوق الصوتية. انتبهتم؟ تعريف الصوت. الصوت هو تخلخل. ما معنى تخلخل؟ اهتزاز طبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية. فإذا أدركته الأذن البشرية نقول صوت، وإذا ما أدركته نقول ما سمعنا شيئا. هذه الأذن الخارجية، هذه الأذن الوسطى، هذه الأذن الداخلية. شايفين؟ هذه اسمها القنوات نصف الدائرية. القنوات نصف الدائرية. هل تشعرون أحيانا بالدوخة؟ يدوخ الإنسان، لا يستطيع أن يقف متزن بسبب هذا. هنا انتبهتوا كيف؟ لها دواء عند الأطباء، الدوخة، عدم الاتزان. هذا هو العصب. شايفين العصب؟ يخرج من الأذن ويذهب إلى أين؟ إلى الدماغ. نرى على اللوحة تدرك الأذن البشرية الأصوات إذا كان اهتزازها من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية تقريبا. كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة. الطبيعة يعني هي ما حولنا، هذه الأشياء التي حولنا. كيف تحدث فيها الأصوات؟ تحدث الأصوات في الطبيعة بطرق عديدة، منها تصادم جسمين. انظروا يدي هذه ويدي هذه. هل سمعتم شيئا؟ لأنني لم أعمل تصادم، عملت تلامس. هذا تلامس، لمس، لمس يلمس.
اللمس ما فيه صوت. هل سمعتم؟ هذا شو اسمه؟ تصادم، أو القدماء يسمونه القرع، مثل بيقول قرع الباب. قرع الباب يعني دق الباب. هذا صوت. سمعتم؟ لأنه هذا تصادم. أيضا المطرقة على الخشب مثلا أو على الحديدة نسمع الصوت، تصادم جسمين. أو بالعكس، بدل التصادم تباعد، لما يكون عندك خشبة وتكسيرها ألا تسمع صوتا؟ بسبب تحطيم القوى التي تربط أجزاء المادة. كذلك الورقة، لما تمزق ورقة أيضا تسمع صوتا. شوفوا مثلا، هل سمعتم صوتا؟ أيضا تحدث الأصوات في الطبيعة بالاهتزاز، مثل لو أنك أتيت بمسطرة كما ترون في الصورة وثبتت طرفها الأول وفي الثاني ضربتها بإصبعك، فهي تفعل هكذا، فينتج عن هذا الاهتزاز صوت. كذلك الآلات الوترية عند الموسيقيين، الآلات التي مبنية على الأوتار، كلها بسبب الاهتزاز. أيضا من جملة طرق حدوث الأصوات في الطبيعة احتكاك جسم خشن بجسم خشن آخر، مثل صوت المنشار، لما تأتي بخشبة ومنشار وتنشر ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا، ألا تسمع صوتا؟ نعم، هذا في الطبيعة. طيب، وفي الجهاز النطق الإنساني، أنا يهمني جهاز النطق، ما يهمني الطبيعة، لكن هذه كانت مقدمة. الحرف هو صوت يعتمد على مقطع. ما معنى مقطع؟ يعني مخرج محقق أو مقدر. المحقق مثل حرف الدال. لما أقول أنا الصورة التي على اليمين هذه، لما أقول أد، قولوا أد. هل رأيتم لما اصطدم طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى؟ أد. هذا مقطع محقق. ما معنى محقق؟ يعني معروف تماما أين مكانه. أحد، الصمد. بينما لما نقول مثلا إن الألف المادية من الجوف، وقلنا بأن الجوف هو الفراغ الذي يملأ الفم، وجاء من أقصى المدينة، وجاء، من أين خرجت الألف؟ من هذا الفراغ. طب وين بالضبط؟ فهو مقدر. انتبهتوا؟ نقدر أنه من هذا المكان. أيوة، هذا مهم جدا وله آثار عملية التي سنتكلم. نقف قليلا. ما سنتكلم عنه الآن سينبني عليه أمور في المستقبل، انتبهوا وافهموا. قلنا منذ قليل إن الحرف العربي إما ساكن أو متحرك. الحروف الساكنة تخرج بالتصادم في أغلبها. مثلا الميم، أم كيف خرجت؟ بتصادم الشفة العليا مع السفلى. أن، ال، أق. انتبهتوا؟ الحرف المتحرك يخرج بالتباعد، بدل أن يخرج هكذا يخرج هكذا. ما مو، تكون الشفتان ملتصقتان ثم تبتعدان. مي، تكون الشفتان متلاصقتان ثم تبتعدان. مي. ما الفرق بين ما ومو ومي؟ ما صاحبها مخرج أصل الفتحة. الفتح في اللغة العربية 3 حركات: فتحة وضمة وكسرة.
الفتحة ما هي؟ هي ألف قصيرة. صعبة؟ الفتحة ألف ولكنها إيه؟ قصيرة. أنا أقول ما، إيش هذا؟ هذه ميم بعدها ألف، ما، وأقول ما الفرق بينهما؟ الزمن. إن كانت قصيرة اسمها إيه؟ فتحة، وإن كانت طويلة شو اسمها؟ ألف، يعني ميم بعدها ألف. طيب مو، 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 الضمة ما هي؟ واو قصيرة. صعبة؟ الكسرة ما هي؟ ياء قصيرة. مي، مي، مي. واضح؟ ففي الحروف المتحركة يخرج الحرف بالتباعد، في الساكن يخرج بإيه؟ بالتصادم. هذه قاعدة مهمة. نرى على اللوحة الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ويصاحب ذلك مخرج أصل حركته. ما أصل الفتحة؟ الألف. ما أصل الضمة؟ الواو. ما أصل الكسرة؟ الياء. وضح أيها الإخوة؟ حروف المد واللين اللي هي الألف والواو والياء المادية، هذه تخرج باهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة اللذان كلمتكما عنهما. هذان هنا مكانهما، هنا أرأيتم أين مكانهما؟ وهذه صورة مكبرة، هذان الوتران الأبيضان. أولئك على هدى، هذان الوتران الآن يرتجفان هكذا ارتجاف، هذا اسمه ارتجاف. اهتزاز، تقول ارتجاف تقول اهتزاز، نفس الشيء. سوء أعمالهم، سوء. الوتران ماذا يفعلان؟ يهتزان، والفم أخذ هذا الوضع سوء. فالاهتزاز يحدث هنا في الوترين، ويمر الصوت داخل الفم عبر الشفتين. واضح؟ كذلك الياء، وجيء يومئذ، وجيء. الصوت أين نشأ؟ في الوترين، ثم مر الصوت على الفم وهو متوضع بوضعية معينة هي مخرج الياء. وضح؟ حروف المد واللين تخرج باهتزاز، هذه الآن الكلام على الألف، تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك انفتاح للفم في الألف، ويكون اللسان في وضع الراحة. وضع الراحة هذا الذي ترونه، اللسان هكذا. اللسان أمره خطير، وسطه إذا ارتفع هذا مخرج الياء. مخرج مين؟ الياء، وسيأتي معنا. فلما يكون اللسان في الفم هكذا، هذا بيسميه العلماء وضع الراحة. يعني كألسنتكم الآن لما أنا أتكلم وأنتم تستمعون، كيف ألسنتكم؟ هكذا في وضع الراحة. ليس هذه المنطقة ليست هكذا عالية، ولا أقصى اللسان مرتفع اللي هو من وراء، لا هكذا. هذا بالنسبة للألف. بالنسبة للواو تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، هي الواو، ويصاحب ذلك انضمام للشفتين مع ارتفاع أقصى اللسان. شوفوا ارتفاع أقصى اللسان في الواو، شايفين هذا الارتفاع؟ هذا يحدث، يعني أنت لا تتعمده يا أخي، ولا تكلم الطلاب عنه. إذا كنت أستاذا لا تكلمهم عنه، سيحدث تلقائيا.
سيحدث تلقائيا. لا تقل لهم أنا هذا أقولها لكم مع ارتفاع أقصى اللسان، هو حقيقة لكن لا يتعمده الإنسان. قولوا 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 سوء أعمالهم. فاللسان من الوراء، اللسان من الوراء مرتفع، انتبهتم؟ لكن لا يعني يحدث تلقائيا. وهذا شكل الشفتين عند انضمام الحرف. انتبهتوا؟ لا بد من ضم الشفتين، لا بد. يعني بعض إخوانين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولوا آمنا بالله وما وقالوا كونوا هودا. وين الضمة يا أخي؟ سميت الضمة ضمة لأنها تخرج بضم الشفتين. أما سألت نفسك لماذا الضمة اسمها ضمة؟ اسمها ضمة لأنها تخرج بإيه؟ بضم الشفتين. وسميت الفتحة فتحة لأنها تخرج بماذا؟ بفتح الفم. وسميت الكسرة حركة الخفض، يقولون الرفع والنصب والخفض، لأنها تخرج بخفض الفك. باسمي باسمي هذا الخفض. انتبهتوا؟ وذو انخفاض بانخفاض للفم كما قال الطيبي. انتبهتوا كيف؟ أما الياء تخرج باهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة، ويصاحب ذلك انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان. انظروا عند الياء ماذا يحدث. لذلك قال إمامنا الجزري والوسط فجيم الشين يا. هذا مخرج الياء، شايفين؟ قل مثلي أي 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 أي. أتجد كيف أن وسط لسانك يرتفع؟ غيري غي. لاحظتم؟ طيب الآن مخارج الحروف العربية، هذا هو لب علم التجويد. نعسانين ولا نكمل؟ نعسانين؟ على راحتكم، أنا لا أريد أن أتكلم وأنتم يعني متعبون. ممكن نؤجل الكلام إلى غد. بعضهم صائمون. أيوة. طيب ادعوا لنا الله يبارك فيكم. أنا لما كنت قويا كنت أصوم عاشوراء وأصوم تاسوعة الآن أنا عندي أمراض عديدة يعني، والصيام يتعبني جدا جدا، ليس يتعبني جدا. انتبهتم؟ يعني أصير. وابن مسعود كان كذلك، عبد الله بن مسعود كان يقل الصيام، كان يقل الصيام. فلما سئل عن ذلك قال إذا صمت ضعفت عن القرآن. إذا صمت ضعفت عن القرآن. فكان فلنا أسوة به. الله يغفر لنا، سامحونا إذا أنتم صائمون تقبل الله. طيب هذه فرصة. طيب يلا، سبحان الله الكلام يجر بعضه بعضا. هل سمعتم عن شيء اسمه الأحاديث المسلسلة؟ ما معنى مسلسلة؟ يعني حديث نبوي شريف كل راوي من الرواة اتصف بهذا الوصف. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. فمن الأحاديث المسلسلة حديث اسمه المسلسل بالأولية. شو اسمه؟ نعم، يعني كل راو يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. فأنا أقول لكم جميعا حدثني سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود وهو أول حديث سمعته منه. وحدثني سيدي الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي وهو أول حديث سمعته منه. وحدثني سيدي الشيخ حبيب الله حبيب الرحمن الأعظمي الهندي شيخ المحدثين في الهند وهو أول حديث سمعته منه. وحدثني سيدي الشيخ عبد الله الغماري المغربي وأخوه الشيخ عبد العزيز الغماري المغربي وهو أول حديث سمعته منهما. وحدثني الشيخ عبد الله التليدي المغربي
وهو أول حديث سمعته منه. وحدثني الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وهو أول حديث سمعته منه بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم بسكون الميم، أو يرحمكم بضم الميم، يرحمكم من في السماء. وقد أجزتكم جميعا بهذا الحديث. ما اسمه؟ المسلسل بالأولية. وأيضا حدثني سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود وقال لي: والله إني لأحبك. وحدثني سيدي الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي وقال لي: إني أحبك، بأسانيدهما إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال سيدنا معاذ: قال لي رسول الله: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: والله إني لأحبك. وفي رواية: إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول معاذ: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا سمعتها من سيد الشيخ عبد العزيز عيون السود قبل 47 سنة. كم؟ يعني كثير منكم ما كانوا موجودين. ولم أتركها أبدا، لا في مرض ولا في صحة ولا في حل ولا في ترحال ولا في سفر. بعد كل فريضة ماذا نقول؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أجزتكم وأنا أقول لكم: إني أحبكم، لا تدعوا دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحدثني سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله في يوم عاشوراء قال: حدثني شيخي الشيخ عمر حمدان المحرسي المكي في يوم عاشوراء بسنده إلى سيدنا أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقد حدثتكم بهذا الحديث في يوم عاشوراء وأجزتكم به جميعا. سبحان الله، العلم رزق يا أخوان، والله العلم رزق. ما كان على بالي هذا الموضوع، وكنت أتكلم في التجويد، لكن أحمد الله يسلمه الشيخ أحمد همس في أذني قال: يعني كثير منهم صائمون. فلما قال صائمون وتذكرت عاشوراء ألهمني الله أن أعطيكم هذه الهدية. رحلت إليها شرقا وغربا وعربا وعجما وهندا وسندا، وأنتم جاءتكم هكذا. فاشكروا الله على هذه النعمة، ونلتقي غدا إن شاء الله نتكلم على مخارج الحروف العربية. وادعوا لنا عند الإفطار. السلام عليكم ورحمة الله.